يا اخوي كدينا دافع لك عن الجبهه الاسلاميه، وانا انت خدتني في الموقف بتاع الدفاع عن الجبهه الاسلاميه. الجبهه الاسلاميه دي والاخوان المسلمين دي والحركه الاسلاميه دي عندها الناس اللي بيدافعوا لها. لكن كده اديك انا مراقب سوداني اوبزيرفر سوداني. الجبهه الاسلاميه دي 30 سنه. الحصار اللي انت قاعد تعوعوا فيه حسي حمدوك السكران ده قاعد يعوعوا فيه ده. الحصار ده 35 سنه شغال فيهم. 30 سنه دي جابوا بترول وجابوا تصنيع حرب. الليل انت جاي داير منظومه الصناعات العسكريه الدفاعيه، قلت 40 شركه والله 400 شركه دي. 400 شركه دي جابوها كيف؟ بالسبحه. الانغاز دي كان العيش بتاخد العيش راقد يا زول، ما تكذب علينا. في الانغاز دي يا زول البنزين انت تخش تملى عربيتك، ولو داير تفتح عبة الجلابيه بتاعتك ويجيبوا لك بنزين. وده نحن دايرينه. That's all what we're looking for. يعني الدواء راقد. مستشفيات فتحوها في كل مكان، شوارع الزلط فتحوا لنا في كل مكان. ما تقول لي يحكموا لي والكلام الطلس ده والجبهه الراديكاليه هذا كان جاني ابليس. تعرف ابليس عنده قرون. بيجيب لي عيش ودواء ويفتح لي جامعات وبيعمل لي طرق وبيعمل لي كهرباء وسدود وكباري ومستشفيات ومدارس. انا داير شنو تاني؟ العرس ده اللي الغاز عرست للناس. العرس دار تعرس عملوا لك عرس جماعي. ارجو انك تسمع الكلام ده يا اخونا. العرس ده عارف زود العرس هاي قال له ده نديك شنطه عرس. تاني اكتر من كده ما اكتر ما وتحت الحصار. والحصار ده انت الليله قاعد تنبح فيه، مش انا اللي انت يعني انت انا مقصدك انت يا اخونا. الليله الحكومه بتاعت العواليك دي قاعدين ينبحوا فيها. بس ورونا ديك عملوها كيف. وديل المعلمين المنقطين جونا كده ديل قالوا نحن منزلنا الفقس من السماء، ما عملوها. ما بتعرفوا ديك معناها بيعملوا احسن منكم، اتخارجوا خلاص فوتوا. نحن دايرين حاجه اكتر من ديلك. الناس they looking more than those people. ما بنفكر في حاجه اعلى من ديلك في الحصار. عملوا لنا شوارع زلط، عملوا لنا كهرباء، جاب مويه ما بتقطع، كهرباء بتقطع نطلع مظاهره. عملوا لنا خزان مروي، خزان سكيت، عالي على نهر عطبره، علوا الروسيرس، محطه دبيكرات، محطه الفول عاقدوا عليها. الكهرباء الاوفر هاي تنشن، الاوفر هيد هاي تنشن ده ماشي لغايه الدايري ده مارق لغايه باب نوسه. الزلط ده وصل الفاشر، الزلط وصل الفشقه، الزلط وصل قلابات، الزلط خش اريتريا، الزلط مشى مصر بثلاث اتجاهات. الكهرباء دي اي محل رشوا فيها كهرباء الا من رحب ربي وماشيين فيها. المويه ما خلوها، التعليم ما خلوه، وبعد نحن شلناهم. خلاص انت ما بتقدر، انت ما قدر القامه دي اتخارج امشي. ال 30 سنه اللي قلت لي الجبهه دي حكمتها كيف؟ ما حكمتها بالحديد والنار. الحاسي قاعدين ديل كان من نياركم الناوي جبته اول ميزه كان مساعد رئيس جمهوريه. كان عقار ده كان والي قال الهجمه والنجمه وجرى. وقت لقى قال له تعال خش انتخابات عديل جرى هجمه ونجمه وما عارف شنو معاه الحلو. منو تاني؟ منو انت فيهم؟ حمدان دقلوا الحاكمك ده كان شغال عسكري مع البشير، واقسم بالله ما يخش الخرطوم دي الا يضربوا له تليفون بيقطع رجلينه كان لو خش الخرطوم. منو تاني؟ البرهان وياسر عطا وديل والله ديل البشير يجي ما جنبهم كانوا بيحبوا، كانوا بيحبوا. حمدوك بتاعك ده ذاته جاء اجر 3 مرات بيت في الخرطوم عشان يبقوه وزير ماليه. شفت كيف؟ قال له يا زول البشير وقت قال حكم الراس وقال خلاص ادوه وزير الدوله بالماليه، لانه وزاره الماليه دي احنا نديها لاحزاب معانا في السلطه. منو اللي ما معاهم يا زول؟ حزب الشيوعي ده ذاته كان قاعد تحت البشير ده، جابهم في المجلس الوطني قاعدين كلهم، منا وتيجان الطيب من نقد ذاته ومن فاطمه احمد ابراهيم، كلهم كانوا قاعدين في المجلس الوطني. حزب البعث ده اصلا ما محزوبين ذاته يا زول. كيف يكون اكبر من ما اكبر منه؟ انت ما بتقدر، ما بيقدر الحكومه دي ما بتقدر تعمل لنا زي عملت لنا الجبهه الاسلاميه دي. الاقل من الشعب استوى تفوت طوالي تفوت يا اخوي. ما تقعد لنا نحن الناس جعانه، انت كان زول مرتاح، نحن اهلنا جعانين في السودان ما لاقين عيش، ما لاقين دقيق، ما لاقين ذره. الليله اردب امشي هذا الاردب بتاع العيش في القضارف بكم؟ تكلموا ساي انتوا عندكم طرف سياسي يا زول. بلا حمدوك بلا شيطان معاه ويمشي الله، لا جاب باقي ولا جاب جن احمر.